القناه كل اللي عندهم ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه خلال اللحظات القادمه او الوقت الباقي من الشوط الاول. وده على طول ضربه راس والهدف الاول. الهدف الاول حلوه الهدف الاول. احمد علي بالتخصص، احمد علي ابن الاسماعيليه القادم الى نادي الزمالك، هدفه الثالث. بيقول لاحمد حسام ميدو انا موجود. الهدف الاول لنادي الاسماعيلي في الدقيقه 27 من الشوط الاول. طلع صلاح سليمان، شوف الضربه الركنيه اهي، طلع صلاح سليمان خالي من الجميع، حطها له ضربه راس عرضيه، كملها احمد علي هداف على طول. شوف على طول اهي، ادي طلع، لكن صلاح سليمان يا ولد طلع اعلى من الجميع، حطها له احمد علي بحسه الهداف يحولها. الهدف الاول لنادي الزمالك. قلت لكم الزمالك من 5 دقائق فرض نفسه على على احمد علي مرتين في سيناريو متكرر. اتلعبت على طول محمود سمنه وخطا، انفراد احمد علي، احمد علي وجوه الجون، جوه الجون. الهدف الثاني خطا من محمود سمنه، على طول يكلف القناه الهدف الثاني. احمد علي بالتخصص دخل على طول في زمره الهدافين، 4 اهداف ورا جون اونطوي هداف الدوري 6 اهداف، ومحمد فاروق هداف المقاولين 5 اهداف، على طول وراهم دخل 4 اهداف. احمد علي بهدفين ولا اروع من كده. هدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقه 11 من الشوط الثاني، خطا دفاعي لمحمود سمنه، بيلعب الكره عرضيه ما خدش باله من احمد علي القناص الهداف، قطع الكره خدها وراح وقف عليها على مهله، استنى يشوف الزاويه المساحه اللي فاضيه ويحطها على يمين على شمال علاء ابراهيم. هي اتلعبت على طول طوليه اماميه، حازم امام عدى قدامه المساحات خطيره، حازم امام فتحت منه لكن يا ولد حلوه فتحت، خدعت الجميع. ويا فرحه ميدو باللاعب دومينيك انه يسجل اول اهدافه. بقول لك انا راهنت عليه وجبته، وهدف ولا اروع كده. الهدف الثالث لنادي الزمالك دومينيك في الدقيقه 21 من الشوط الثاني بضربه راس ولا اروع. حازم امام قلت لكم فتحت منه، خدعت الجميع، خدعتنا وخدعت حارس المرمى. لما فتحت الكره راحت على قايم البعيد، راح بسرعته دومينيك ما فيهوش تسلل، حطها ضربه راس قويه، هدف ولا اروع من كده. هدف رائع لدومينيك اللي بيسجل اول اهدافه مع نادي الزمالك. هناك ترجع تاني لاحمد توفيق، تتقطع موسى كبيرو، هات وخد تاني لأحمد إبراهيم، اتخطفت. هنا المرتدة بقى 4-3-2. هل وادي تاني عمر جابر، هو والجون عمر جابر. يا ولد هدف ولا أروع من كده. قلت لكم قال لي قبل اللقاء أنا هجيب هدف النهاردة، هدف ولا أربع. الهدف الرابع في تاريخ اللاعب عمر جابر، وهدف الرابع لنادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن الشوط الثاني. عمر جابر هدف ولا اروع من كده، وراح لمدربه. قلت لكم قايل، واضح انه قايل لاكتر من حد انه هيجيب هدف النهارده، عنده اصرار، عنده عزيمه. ده زي ما قلت لحضراتكم رابع اهدافه النجم عمر جابر. هدف ولا اروع من كده، هدف ممتع، هدف فيه مهاره فرديه، بانت السرعات، بانت المهارات، بانت القدرات.